السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هاد الخبيزات هادو اللي كيجيو زوينين بزاف، كيجيو رطبين، كيجيو واعرين، والمذاق رائع جدا. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو كاس الماء يكون سخون وكاس الحليب يكون بارد. يمكن لكم ديروا كاس الحليب والماء تدفيوهم بجوج، ماشي مشكل، المهم يكون دافي. كنزيدو معلقه ديال الخميره، ومن طبيعه الحال غادي ندير واحد 3 المعالق ديال الزيت، وغادي نضيفو معلقه ديال الزبده، شويه ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده. غادي نخلطوا هادشي كلشي مزيان مزيان بهذا الشكل حتى كيتجانسوا هاد المكونات. وغادي الدقيق على حساب الخليط. بالنسبه للدقيق العجينه خاصها تجي شويه مرخوفه بحال ديال القرص، ماشي كتكون العجينه قاصحه، كتكون مرخوفه كتلصق في اليد. خلطها في الاول بالفوي، من بعد شعلت العجانه ديالي حتى تدلكات مزيان العجينه، غطيتها بالسلوفان بهذا الشكل هذا، خليتها تتزاد تتزاد الحجم ديالها. بعد ما تضاعف الحجم ديالها حصلنا على بهذا الشكل هذا، كيف كتشوفوا بحال الشهده مدلوكه مزيان وخابره مزيان. دابا غادي نحاول انني نخرج داك الهواء اللي فيها بهذا الشكل كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. صراحة كتجي عجينة غزالة ورطيطبة، راه كتكون كتلصق كيف كتشوفوا. انا راه دهنت يديا بالزيت. صافي كنديرها بحال هاد الشكل هكا، كنقطعها كريسات، كنستفهم كاملين حتى كنكملهم كاملين. من بعد كنضغط عليهم، كنضغطوا بالكاس. كنحصلوا على هاد الحفيرات بهذا الشكل. الكاس ديجا مدهون بالزيت، حتى كنساليوهم كاملين وكنبدا نفينهم بيديا، لانني بيتهم يجيو واسعين شويه بهذا الشكل هذا باش نعمرهم انايا بالصلصه البيضاء او بصوص طوماط. بالنسبه للصلصه البيضاء انا درت فيها الكريمه، ودرت فيها شويه ديال الثوم مغبره، يمكن لكم ديروا نتوما حكيكه ديال الثوم الا ما عندكمش. ودرت جبن موتزاريلا والجبن الاحمر، الفرماج الاحمر. هادو هما اللي درت، خلطتهم مزيان مع شويه الملحه. في حاله ما عندكمش الكريمه كيمكن لكم ديروا 2 معالق ديال الجبن مع 4 المثلثات ديال الفرماج او المربع اللي عندكم، اي نوع ديال الفرماج عندكم. وكتزيدوا عليه الزعتر، وتزيدوا عليه هكا الفرماج الاحمر والموتزاريلا. وبالنسبه للناس اللي ما توفرش عندهم هكا الجبن والموتزاريلا، كيمكن لكم ديروا صوص بيشاميل، كتزيدوا عليه 4 ديال الفرماجات مثلثين مثلثين مع هكا الفرماج الاحمر الا كان متوفر من طبيعه الحال، ما كانش ماشي مشكل. صافي كتبداو تعمروا به الخبيزات ديالكم. كنديروا الحشوه وسط من دوك الخبيزات، يعني في دوك الحفيرات اللي كنا درنا. وانا درت النص بهاد الصلصه البيضاء، والنص درتها بصوص طوماط، يعني الصلصه اللي كنديروها هكا البيتزا. لما تشي هكا شحرتها مع شويه الزعتر، شويه ديال العطريه كامله، شويه الثومه مع مطيشه الحك. صافي وبديت كندهن بها، يعني درت نص هكا ونص هكا. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. بالنسبه للحشوه انا درت البصله، شويه ديال البصله، شويه ديال فلفله الوان، الخضراء الحمراء الصفراء، يمكن لكم ديروا فلفله اللي موجوده عندكم، شويه الثومه، شويه ديال خرقهم، شويه سكنجبير، شويه ديال المعدنوس، شحرتهم مزيان. بالنسبه لهنايا درت الشاورما، درت العطريه ديال الشاورما مع الدجاج مع شويه الملحه. صافي شحرته مزيان. صافي بديت كنعمر كيف قلت لكم، النص درتو بالصلصه البيضاء، ونص درتو بالصلصه ديال ماتيشا، صوص ديال ماتيشا. صافي بعد ما كنعمر الخبيزات ديالي، كندير فوق منهم الفرماج، وكندهنهم بالبيض اللي خلطوا ديجا مع صوص الصوجا، يمكن لكم تخلطوه مع شويه ديال الخل او مع الحليب. صافي بعد ما طابوا كنشعل عليهم الفوق حتى كيطيبوا، كنشعل عليهم الفوق حتى يتحمروا. كنقدموهم بهذا الشكل هذا، كيجيو غزالين بزاف، كيجيو قطنيين رطبين بحال القرص، كيجيو رطيطبين، وكيجيو بنان بواحد الحشوه اللي لذيذه بزاف. انا غنوريكم باش تشوفوا الشكل كيفاش كيجي، شفتوا كيفاش كيجيو واعرين، والمذاق ديالهم اروع. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وتشاركونا تعليقاتكم وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم من طبيعه الحال. المهم هذا اول شكل ديالهم هكا قدمتهم مع الكب كيك هذا اللي ان شاء الله غادي نشارك معكم المقادير الى فيديو اخر ان شاء الله.